السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ بتتبيلة رائعة. صدقيني لو جربتي التتبيلة دي هتبطلي تعملي أي نوع تتبيلة تانية للفراخ، وهتعتمديها في كل تتبيلات الفراخ. من أروع ومن أجمل ومن أنجح التتبيلات اللي أنا جربتها للفراخ. صدقيني تحفة روعة. اللي لسه أول مرة يتابعني ما ينسانيش باللايك والشير. أول حاجة هنبدأ مع بعض المقادير. معانا أوراق قسمتها نصين، يعني فصلت الدبوس عن القطعة التانية. غسلتها كويس جدا وحطيتها نقعتها في محلول النقع. اللي انا بعيده في كل فيديو ليا للفراخ عشان ما تزهقوش مني، انا بعيده عشان لو في اي ضيوف جداد دخلوا القناه يكونوا عارفين. بجيب بصلايه صغيره ببشرها واحط عليها ملح وفلفل اسود وبدعكها واتبل بيها الفراخ واسيبها. دي مش التتبيله الرئيسيه. معانا كمان معلقتين من الزبادي، معلقتين من معجون الطماطم، معلقتين من معجون الفلفل الاحمر، بشر ليمونه. معانا كمان الليمونه اللي احنا بشرناها ليمونه كامله. معانا معلقه من الزيت. معانا معلقه صغيره من الزنجبيل الفريش. 3 فصوص من الثوم المفروم. معانا كمان التشيلي باودر، يعني الشطه البودر. معانا نعناع، ربع معلقه من النعناع. معانا ربع معلقه من الفلفل الاسود، ربع معلقه من الكمون، ربع معلقه من الكزبره. اول حاجه هننزل بالزبادي، نجيب بوله فاضيه هننزل بالزبادي، معجون الطماطم، الليمون. نزلنا بمعجون الفلفل الاحمر الحلو. انا بعمله ازاي يا جماعه؟ لو مش عندك في البيت بجيب فلفل احمر، انا بكون حاطاه في الفريزر، بطلعه ادخله الفرن يتشوي واضربه في الكبه او في الخلاط. صدقيني الفلفل الاحمر في التتبيله دي بينقلك الفراخ نقله تانية خالص. مش عندك ما تضيفوش، بس عن تجربه لا، بنقل الفراخ نقله تانية خالص. تحفه، صدقيني تحفه. هنضيف كل البهارات بتاعتنا، نقلب التتبيله دي تقليبه كويس جدا ونمكسهم مع بعض. ما تنسينيش باللايك والشير وتفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من اشعاراتي. كده قلبنا التتبيله كويس جدا. جبنا بوله فاضيه. الفراخ بتاعتنا هنبدا نعمل فيها فتحات عشان التتبيله بتاعتنا تدخل جوه الجلد والمسام بتاع الفراخ، تتشربها وتدي معاكي طعم حلو جدا. على فكره يا جماعه انا نسيت الملح. رجعت شلت التتبيله، هضيف الملح معلقتين صغيرين جدا من الملح، او حسب الكميه اللي انت هتتبلي بيها، انت عارفه مقدار الملح بتاعك. هنزل بالتتبيله بتاعتنا وبايدي بقى دخلي التتبيله في كل قطعه من الفراخ والفتحات اللي احنا شرحناها. سبتها في التلاجة حوالي ساعتين 3. لو عاملاها من بالليل يبقى افضل طبعا. احنا عارفين التتبيلات كل ما تقعد وقت اطول كل ما تديكي نتيجه احسن. بعد كده طلعناه من التلاجة، جبنا صينية، قطعنا جبنا سلايز طماطم، قطعناها شرايح مش تخينة او مش سميكة قوي. حاطين عليها ملح وفلفل اسود لان احنا البطاطس عندنا مش متبهرة. كده كده اصلا الفراخ بالتتبيلة بتاعتها هتنزل على البطاطس، هيديكي الطعم رائع. نصيحة مني ليكي، كتري الكمية بتاعة البطاطس، انا كنتش حطاها كتيرة، بس فعلا من جمال طعم التتبيلة اللي في الفراخ ادت للبطاطس طعم. لا مش هقول لكم، لما تجربوها فعلا روعه. فكتري البطاطس، مني نصيحه مني، البطاطس هتتاكل قبل الفراخ كمان. هندخلها على درجه حراره 200. انا مش هغطيها بورق فويل يا جماعه عشان انا محتاجه قرمشه للفراخ من فوق، سنه قرمشه. هنزل بكل التتبيله بتاعتنا على وش الفراخ وادخلها الفرن حسب ما هتقعد معاكي او حسب فرنك هتقعد معاكي الفراخ. ونطلعها بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. والله والله الصوره ظلماها، ريحه الفراخ كانت قلبه الشقه من جمالها ومن طعمها. والبطاطس لا حكايه، فكتري البطاطس دي تاني مره. وده شكلها في طبق التقديم. وعملت معاها كمان سلطه زبادي بالخيار، بتبقى حلوه جدا مع المشويات. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. وصدقيني جربي الوصفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.